عوائلنا، لأن نحن الوحيدين في العالم أصبحنا مثل مرآة، كل العالم تتجه باتجاهنا، على المجتمع، على التطورات في شمال وشرق سوريا، على هالناس اللي عم يتعاونوا بأفكار جديدة، بقيم جديدة، تجمع عديد من الثقافات مشتركة في النضال، في الكفاح، حفاظا وحبا بأرضه وبوطنه. فعلا نحن الوحيدين في العالم عنا هالميزة، وهالميزة هي عم تتطور بشكل يومي وعم تعمل إنجازات، وما ننظر على أنفسنا بأننا غير قادرين على بناء شيء، بالعكس، من خلال بنائنا، من خلال إمكانياتنا المتوفرة، أنجزنا وتطورنا وألقينا خطوات جبارة وجسارة وجريئة، وفعلا أصبحنا إنجاز من إنجازات الإنسانية أو الإنجازات المجتمع الأخلاقي. ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، ولأول مرة في العالم نقعد هيك قعدات. تركيا شو بدها من ديمقراطية؟ سوريا شو بدها من ديمقراطية كالنظام؟ لو فعلا هن ديمقراطيين ما كان وصل الأمر لهالدرجة. شد نحن قدمنا الضحايا. السوريين قديش ضحوا، قديش اختطفوا، قديش قتلوا، قديش في بالسجون، قديش هاجروا، نزحوا، وقديش ماتوا لله بالله، وقديش دافعوا عن هالارض هذا. طيب شو السبب؟ سبب غياب النخوة السلمية، نخوة الحل الديمقراطي. بالله إذا اجت تركيا على سوريا، شو سوت تركيا بسوريا؟ أيام النظام وبعد النظام غزت سوريا غزو. تركيا غزت سوريا غزو اقتصاديا، اجتماعيا، سياسيا ودبلوماسيا. هذا قبل هالأحداث هاي. وإلا النظام كان بده يتحاكم بمقتل رفيق الحريري، لكن اللي أنقذ النظام هو أردوغان. وشوفوا أردوغان شو عمل بسوريا في النهاية، قسم سوريا، ذبح سوريين، عم بيسيس على دماء السوريين. أكبر كذاب في العالم هذا، أكبر منافق، أكبر منافق، عم بيهاجم، عم بيحتل، عم بيبني، عم بيضرب، عم بيقوم بالمجازر. فعلا سياسة قذرة وسياسة خطيرة هذا الرجل عم بيقوم فيه. دمر تركيا، ما دمر سوريا لوحدها، ولكن دمر تركيا. بعد 11 سنة كل واحد صار بفكره 100 سؤال، كل واحد صار بفكره 100 سؤال، عم بيتساءل بينه وبين نفسه. عجب شو مصيرنا؟ نحن وين متجهين؟ البوصلة لوين راحت؟ عجب في حلول ولا ما في حلول؟ نهرب ولا نضل؟ نختفي عن الأنظار ولا نبقى منناضل منشجع العالم؟ يعني كل واحد صار بمخوله 100 سؤال. سياسات، خلافات، تناقضات بين هالأنظمة، بين هالدول. دول أفلست من وراء سوريا، دول أفلست سياسيا، أفلست، مجبورة تغير نظامها، مجبورة تغير سياساتها. يعني خلال هال 10-11 سنة تركيا في النهاية خسرت إمكانياتها لما تستخدم آخر ورقة للتقارب مع النظام السوري. هذا دليل على أنه خسرت، ما استفادت. المجتمع الدولي صار ينقد سياسات التركية، المجتمع الدولي صار يخاف من سياسات أردوغان، سياسات العدالة والتنمية. هالحزب
هل أردوغان صار منبوذ؟ سبب مقاومتنا، نحن اللي فضحناه، ونحن اللي شوهنا صورة العدالة والتنمية بالمجتمع الدولي، ونحن كسبنا الروح الود والاحترام من المجتمع الدولي. هو خسر، لذلك بيلتجئ استخدام آخر ورقة، يتخلى عن المعارضة، يتخلى عن الإرهابيين، يتخلى عن جبهة النصرة وما شابه ذلك. المهم ما بده شيء اسمه الديمقراطية، يصالح مع النظام، يصالح مع أي شيء كان، يتنازل كل شيء للنظام. في نهاية المطاف انه بس إدارة ذاتية مهما صارت نحن ما بقى شيء يأثر علينا، لأن أصبحنا واقع في المنطقة سياسيا اجتماعيا، وحتى من جانب العسكري الحماية، ومن حتى من جانب بناء المجتمع الأخلاقي. فعلا أصبحنا ورقة صعبة، أصبحنا واقعا ما في لا مجال لإنكار هذا الواقع. لابد من الحلول، والحل موجود عنا، ومن خلال الاجتماعات السابقة أكبر طرق والقنوات الحل بتمر عبر الإدارة الذاتية والديمقراطية. مسؤولياتنا كبيرة، واجباتنا كبيرة.